ولكن مش معقول، ده مش من عادته يروح عند حد بالليل ابدا. يا اختي ده عمره ما بات بره ابدا. يا اختي هو صغير لما هتتخضي عليه. قلبي مش مطوعني يا اسطى صفيه، حاسه كده، حاسه ان في حاجه وحشه حصلت. يا اختي الشر بره وبعيد، ما تقوليش كده. امال افتكري يا اختي، يمكن يكون قالك هيروح هنا ولا هنا. ايوه يا اختي افتكرت. خير يا اختي؟ امبارح بالليل جه يا اختي صحاني من النوم وقال لي انه لقى قال ايه خاتم سليمان. خاتم ايه؟ سليمان. خاتم سليمان. لا 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 يا اختي خديجه، ده انت لازم كنت بتحلمي ولا حاجه يا اختي. والنبي زي ما بقول لك كده، ده حتى وراني الخاتم حلقه حديد مصديه ما تستاهلش 3 مليم. يكونش يا اختي خاتم الملك حقيقي؟ والنبي انت ليكي كلام يضحك يا اختي خديجه. انت يا اختي بتستعقدي في الكلام ده. والنبي ما انا عارفه بقى يا اختي صفيه. يا ترى انت فين يا ابني دلوقتي؟ مدحت انت جيت يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا ابني. الحمد لله يا اختي، جالك كلامي. كنت فين يا ابني وغشتني عليك؟ مش وقته، هبقولك بعدين. انا عايز استريح دلوقتي. يا خبر، انت كنت بتتخانق ولا ايه يا ابني؟ الله يجازيه، الله يجازيه البعيد. هو السبب في اللي حصل ده كله. انا عايز اقعد لوحدي، مش عايز معايا حد. ابسط يا عم او خرجوا. ريح اعصابك بقى. وانت مستني ايه؟ اتفضل معاه، مع الف سلامه. روح دمك بس يا ابني، انا مش عايز اسيبك وانت زعلان. امال سبتني هناك ليه واحنا قدام البنك؟ غصب عني يا ابني. انا يا ابني طول عمري كنت ادخل عند السلطان اجيب ايدي واخرج، عمري ما قابلني اللي قابلني في البنك الليالي. انت ما خدتش بالك؟ انا خدت بالي بس اما لقيتك فص ملح وداب. بعد ايه يا ابني؟ ده انا متهيألي الايام قامت. انا يا دوبك قربت من باب البنك والدنيا اتدربكت. يا ساتر يا رب، ايه ده كله؟ ما كانش يا ابني على ايامنا حاجه من دي ابدا. طب ده انا اول ما لمست الباب جت جراحتك كانت هتخلص عليا. ده الكهرباء اللي بيكهربوا بيها البيبان. يفاكر يعني لولا شديت روحي كان زمان يا ابني طلعت روحي. مش قادر تتغلب على شويه كهرباء يا ابني. انا اتغلبت على الجن الازرق، انما الكهرباء دي يظهر نوع جديد من العفاريت ما كانش على ايامنا ابدا. واللي غيظ انهم ما شافوكش وافتكروني انا الحرامي، وفضلت اجري وهم ورايا لما انقطع نفسي وابص الاقيني فين؟ في بيت فهمي اللي قتلته. وقت حسك انت عايز توديني في داهيه؟ ما تخافش، وراك عفريت. باين قوي. عن اذنك بقى يا ابني، لحسن سهرت الليالي كتير. استنى عندك. رايح فين يا ابني؟ رايح ارتاح شويه. استنى، انا عايزك. عايز ايه بس يا ابني؟ انا هقول لك اهو. اسمع. الله، عم عفريت انت نمت يا عم عفريت، يا عم عفريت. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ عن اذنك يا اسطى صفيه، شوف مين يا اختي. طيب يا اختي. طيب انا جايه اهو. مين؟ مش دي شقة مدحت عبد التواب من فضلك؟ ايوه يا بنتي. وسي مدحت موجود؟ ايوه يا بنتي موجود. لو سمحتي انا عايزاه ضروري، اقدر اكلمه؟ تكلميه؟ قصدي اتفضلي يا بنتي اتفضلي. مين يا اختي؟ يا اختي واحده عايزه مدحت، مش عارفه اعمل ايه. خبطي عليه، يمكن هي دي اللي تهديه. يمكن يكون على ايديها الشفا يا اختي. طيب يا اختي. مدحت يا ابني. مين؟ في ايه؟ مدحت، دي واحده يا ابني عايزاك ضروري يا ابني. واحده؟ تكون مين دي؟ والله يا ابني انا قاعد اصلك من الصبح مش سامع حاجه. يظهر الواحد سمعه تقيل كمان.
انت سمعك تقيل ونظرك دخشش، امال فايدتك ايه بس؟ اما شوف مين اللي عايزني. اهي يا ابني، مدحت ابني يا بنتي. انت مدحت؟ مين انتي؟ عايزه ايه؟ انت جايه هنا ليه؟ انا اللي عايزه اعرفه، انت مدحت صاحب فهمي؟ فهمي؟ قول لها انا ما اعرفوش. انا ما اعرفش حد اسمه فهمي. ما تعرفش فهمي؟ قول لها ما شفتوش. انا ما شفتوش. ما شفتوش ازاي؟ انتوا يا ابني مش كنتوا بتذاكروا امبارح مع بعض؟ ما حصلش. انا ما شفتوش، انا ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ ايوه ما اعرفوش. طيب يا ابني، طيب ما تعرفوش يا ربي، لا حول ولا قوة الا بالله. كبدي يا ابني، والنبي حالتك تبكي. هو ده مش مدحت عبد التواب؟ هو يا قلب. لا مش انا بس مش مدحت. كبدي يا ابني، يا كبدي يا ابني حبيبي، والنبي حالتك تقطع القلب يا ابني. انا عايزه اعرف اخويا ما رجعش البيت ليه؟ اذا كنت انت مدحت صاحبه قول لنا بس هو راح فين. قول لهم ما شفتوش بعدين تروح في داهيه. ما شفتوش، ما كانش هنا. انتوا عايزين تودوني في داهيه. غريبه، هو بينكر ليه؟ خايف من ايه؟ معلش يا بنت، هو عنده حالة غريبة كده. تعالي بعد شوية يا بنتي، يمكن يكون هدي يقدر يقول لي. أنا مش هسكت عن الحكاية دي أبدا. أنا لازم أعرف أخويا راح فين. أنا لازم أبلغ البوليس. استني يا بنت، استني. دي ماشي. دي هتبلغ البوليس. انت يا ابني مش كنت بتذاكر امبارح مع صاحبك فهمي؟ اثبت، اوعى تقع في الكلام. قلت ما شفتوش، ما كانش هنا خالص. طيب يا ابني، هدي نفسك. خلاص يا حبيبي، ما شفتوش. خلاص يا ابني، ما شفتوش. انا مش عارفه جراله ايه يا اسطى صفية. وحياتك انت ماله غير الشيخه مرزوق، اسمعي كلامي. ايوه ما شفتوش. ايوه انا مصدقه يا اخويا، ما شفتوش. انا ما شفتوش. ما شفتش صاحبي، ما شفتش فهمي، ما شفتش حبيبي. لا اله الا الله يا ربي، كبد عليك يا ابني. الله، ايه اللي اخره لغايه دلوقتي؟ بس ايه اللي اخره؟ انا خايف يكون مات ولا حاجه. بقالي ساعه ما ادعك في الخاتم، مش راضي يرد عليا. ادعك تاني وامر لله. غريبه، مفيش فايده. ادعك الخاتم كمان مره. اهو جه. لبيك عبدك وملك ايديك. ملك ايديا؟ حقني يا عم عفريت، شوف لي حل. ويا ليلى دي بحبها. اطمن يا ابني، وهي كمان بتحبك. تحبني؟ وده معقول الكلام ده؟ ما هو باين زي الشمس اهو. هو في واحده تقفل الشباك في وش واحد الا اذا كانت بتحبه؟ حقيقي يا عم عفريت؟ امال يا ابني، اسال نجرب. ايه، الله يرحم ايامك يا عشتروت يا بنت جعريس. انت حبيت يا عم عفريت؟ هو انا حبيت بعقلي يا ابني. ويا ما ولدتني عشتروت بنت جعريس نجوم الظهر زي صاحبتك كده. وكانت بتحبك؟ بتموت في دباديب محسوبه. يعني الصد ده بدلال يا ابني، عقلهم كده، سواء بنات حواء او بنات عفاريت. يعني ليلى تحبني؟ ها، مش معقول. صدقني يا ابني، اكبر منك ب2000 سنه، يعرف عنك ب3000. طب اخليها تكلمني ازاي؟ اهي دي الحاجه اللي اقدر اخدمك فيها. صحيح حقيقي يا عم عفريت. امال يا ابني، وما دام الحب موجود في قلبها يبقى كل اللي احنا هنعمله اننا نخليها تظهره. وهنخليها تظهره ازاي بس؟ الفرن اما تحط فيه شويه وليد يجرى لها ايه؟ تحمى وتشعلل. اهي ليلى عايزه كده عشان تحمى وتشعلل. يا نهار زي بعضه، هنوكلها وايد حاجه زي كده يا ابني، وايد الحب
تعزيمة عفاريتي متجربة. جربتها؟ امال كل اللي كان الخاتم ده ملكهم قبلك قصدوني عشان كانوا خيبانين زيك كده. ايه؟ قصدي يعني كانوا بيحبوا زيك كده ومحبوبهم سايق الدلال. والتعزيمة نفعت يا عم عفريت؟ عمرها ما خيبت. واذا كانت بتحب حد تاني عندنا تعزيمة تخليها تكرهه. عمرها ما حبت حد، دي قلبها حديد. خلاص يبقى تستعمل تعزيمة الحب. الله، ايه ده؟ النار يا ابني، النار اللي هعزم عليها. لكن جبتها منين؟ الله، انت نسيت يا ابني ان انا عفريت ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا عم عفريت، لكن دي زي ولعة السهراية. ايه؟ معلش يا ابني، النار دي كنت زمان احضرها قد الجبل. ليت الشباب يعود يوما. طب الحقها يا عم عفريت قبل ما تطفي. مرموش عفوش بربوش عصفروت طيروت منفروت. ايه ده؟ دي اصلها تعزيمة من وكيلي. مرموش عفوش بربوش عصفروت طيروت منفروت. ورد ظهرت. ايه؟ دي لابسة يا عم عفريت. تبقى نازلة، اسألها. انت نازلة يا حبيبتي؟ جنبي يلهفك. مفيش فايدة ازاي؟ التعزيمة متكررة. عصفروت طيروت منفروت مربوش عرفوش مرموش. بص كده نزلت. اي والله دي نزلت حقيقي وراها يا عم عفريت. انزل بس. طب تعالى معايا. وانت مفيش حاجة تعتمد فيها على نفسك ابدا. والنبي يا عم عفريت والنبي. امري لله قدامي. اتكلم بقى. اقول ايه بس؟ اي كلام. التعزيمة زمانها اشتغلت. ليلى. يا اختي، هما بيطلعوا امتى؟ تسمحي لي بكلمة؟ لا. بتقول لا؟ لا يعني ايوه. انت مش شايف الحب اللي في عينيها؟ انا شايف الشرر اللي هيفط من عينيها. يتمنعن وهن الراغبات يا عريض. ما تضيعش وقت. انت متأكد من التعزيمة اللي عملتها؟ امال احنا بنلعب؟ اتكلم يا شيخ، رجليا وجعتني من المشي. رد عليا يا حبيبتي، ما تكسفنيش يا حياتي. انا عارف انك بتحبيني. يا اخي حبك بورس. سامع؟ ولا يهمك، خليك جريء. ما تعرفش جملة خفيفة كده ولا بتشعر ولا اي حاجة؟ اي ايه بس؟ حاجة كده من اللي كان بيقولها قيس لليلى ولا انطونيو لكيلوباترا. ايوه فكرتني. ليلى، ردي على هامة الغار التي سلبت. يا اختي البلاوي اللي بتنحدف دي، انت هتاخدها من قصرها ولا مش هيحصل لك؟ طيب يا نهار اسود، دي زي اللي بتتكلم جد يا عم عفريت. كمل. حاضر. ليلى، فقبلة منك عندي هي الغار. قبلة؟ شوف يا اختي الجدع اللي ما بيختشيش، انت بتقول عايز قبلة؟ اقول لها ايه؟ ايوه بس الحنية. ايوه حياتي. خد يا اخويا خد. يا كرم النبي ناوليني. خد وخد القبلة دي كمان. كويس كده، ما تاخد لك قبلة ويايا. لا يا عم، الله غني. الله، ايه الحكاية دي؟ مين؟ بابا الحقني يا بابا. يا نهار اسود، ده ابوها. الحقني يا عم عفريت. الحقني يا عم، انفي الجديد ده. اختي القتيل تتعرف عليك. يا نهار اسود، دي لازم اختي فهمي. القتيل اسمه فهمي عبد الحميد. اختي في داهية. ولا يهمك،
المهم مفيش دليل عليه. ايوه حقيقي الحمد لله. ودي بصمات القتل على رقبة القتيل. يا نهار زي بعضه. انت ما شفتش البصمات؟ بصمات ايه يا ابني؟ بصمات صوابع اللي كانت على رقبته. ازاي فاتتك دي؟ ازاي فاتتنا انا يا ابني ما اعرفش حكايه البصمات دي، ما كانتش على ايامنا حاجات من دي ابدا. افتحوا الباب. بوليس يا عم عفريت. يا مصدي البوليس. اتفضل يا فندم. مش دي شقة مدحت عبد التواب؟ ايوه يا اخويا، في حاجة؟ هو فين؟ في اوضته يا اخويا، في اوضته. تحب اندهله؟ لا ما تتعبيش نفسك انت، انا داخله. بوليس يا عم عفريت. ولا يهمك، انا هنفخ لك فيهم اطيرهم. الله يخليك يا عم عفريت، الله يخليك. ايه ده؟ يظهر الباب مقفول من جوه. اكسر الباب يا شويش. هو ده، اقبضوا عليه. اعمل ايه بس يا حضرة الضابط؟ ابنك متهم بقتل صديقه فهمي. ابني يقتل؟ كل الادله تثبت التهمه عليه. انا متاسف جدا يا هانم. اقبض عليه يا شويش. طيرهم يا عم عفريت. الله دول ما بيطيروش. عجيبه. يعني مفيش فايده. حطيت في ايده الحديد يا عسكري. انفخ بقى وخلصني. ما كانش ينعز يا ابني، نفسي انقطع مش قادر انفخ. انت دايما كده، كل مره تورطني وتسيبني. معلش يا ابني، الكبر عبر. امر لله، رحت بلاش. انت متهم بقتل صديقك فهمي. ابني مظلوم والنبي يا حضرة الضابط، ده ما يعرفش يقتل فرخ. اي نبي يا حضرة الضابط، ده انا ما اعرفش اقتل فرخه. قدامي على السجن. يا حضرة الضابط. جرجروا عسكري. حاضر هنجرب. من صالحك انك تعترف، التهمه ثابته عليك، بصماتك واضحه على عنق القتيل، الاعتراف عامل مخفف يمكن ينقذك من الاعدام. اعدام؟ هي هتوصل لاعدام؟ تقدر تقول لي انت قتلت صاحبك ليه؟ اوعى تقول قتلته لحسن بعدين تروح في داهيه. مين؟ انت؟ طبعا يا ابني، يعني اشوفك في دقيقه واتخلى عنك؟ ايه اللي جابك؟ مروءه يا ابني، احنا عفاريت وعندنا مروءه مش زيكم يا بني ادمين. طب سيبني من فضلك، انا مش عايز مساعده من حد. يعني يا ابني ده انا جاي اخدمك. الله، انت بتكلم روحك ولا ايه؟ جاوب على سؤالي. سؤال ايه؟ قتلت صاحبك فهمي ليه؟ انت ما قتلتوش. انا ما قتلتوش. صاحبك فهمي كان وياك في البيت ليله الحادثه، حصل؟ لا ما حصلش. قول ما حصلش. تعرف واحده اسمها فايزه؟ قول له ما تعرفهاش. لا ولا سمعت عنها. دي اخت القتيل. انت كنت عندهم في البيت ليله الحادثه من غير ما تعرف ان بيتهم بيت صاحبك فهمي، حصل؟ ما حصلش. سيد افندي. ايوه يا فندم. اقرا على المتهم اوائل الشهاده. حاضر يا فندم. سين، هل تعرفين المتهم؟ جيم، انا ما شفتوش الا ليله الحادثه. قصدك لما رحت تسالي على اخوك عنده في البيت تاني يوم؟ جيم. لا، انا شفته قبل الحادث، قبل ما اعرف ان اخويا جراله حاجه. اذكر لنا التفاصيل المقابله دي. الحقيقه انا ما كنتش اعرف انه مدحت صاحب المرحوم، وكان ليلتها داخل بيتنا وهو هربان من الناس كانت بتجري وراه. مفهوم. حادثه البنك اللي متهم بالسطو عليه دي تهمه تانيه ثبتت على المتهم. وبعدين لقيته متعور، صعب عليا وبدات اسعف، وبابا راح يجيب قطن وشاش عشان الجرح، لكن لما رجع ما لقاهوش. ازاي؟ جت مناسبه قلت له ان انا اخت فهمي صاحبه. عمل ايه؟ اتغيرت حالته، جات له حاله عصبيه وقام اتحول وطلع يجري وهو بيزعق. انا ما شفتوش، انا ما اعرفوش. كفايه يا سيد. متشكر. ايه رايك يا مدحت في اقوال الشهاده؟ ده مش دليل على انك كنت تعرف ايه اللي جرى لصاحبك ساعه ما كنت مع اخته؟ قول له كدابه. يا سيد مدحت، انا من واجبي ان انصحك. التهمه ثابته عليك واي انكار مش هيفيدك، لكن الاعتراف ومعرفه اسباب القتل يمكن تكون سبب في تخفيف الحكم عليك. انا بنصحك، اعترف. اعترف. اوعى تعترف، انا عايز اخدمك.